السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم محمود السيد من الحلقة 9 من المش ممكن. كلنا قبل كده اتفرجنا على برامج مقالب زي هاني رمزي ورامز جلال، كلنا قلنا خلاص إن الناس ديت محدش يقدر ينافسهم، بس للأسف أنا خلاص اكتشفت الشخص اللي هيقعدهم في بيوتهم خلاص. يعني الناس ديت بعد ما يشوفوا الفيديو ده أنا متأكد 100% إن كل المنتجين وكل القنوات والإذاعات التلفزيونية هيتجهوا للشخص ده، لأن الشخص ده بينافس رامز جلال وهاني رمزي ذات نفسه، بينافسهم في المقلب الجديد اللي هو عامله. الراجل ده يا جماعة جاي يكسر كل التلفزيونات، الراجل ده بمقلبه خلاص هيوقف كل القنوات التلفزيونيه وكل الناس هيتعاركوا عليه عشان يجيبوه. 14 رمضان انتظرونا في الفيديو اللي هنعمله، فيديو النهارده جديد وفيديو جامد قوي. هنعمل مقلب في صاحبنا في النجم يوسف اللي بيصور معانا، انتظرونا واتفرجوا على المقلب عشان المقالب اللي بتيجي على التلفزيون. انا اتحدى رامز جلال واتحدى هاني رمزي عشان مقالب باي كلام وفيست كله. بالراحه يا ابني، مش كده، كل حاجه واحده واحده، يعني ما تفضلش تحلق لي بالدنيا بايديك. والنهارده هقدم برنامج جديد، برنامج ما حدش عمله في التاريخ، اكبر برنامج مقالب في العالم. وبعدين انت قاعد تلف بايديك ديت، ايديك خيلتني، انا عيني قاعد ابص كده طول الحلقه، يعني انا قاعد عينيا بتلف على ايديك اللي مش راضيه تثبت. انتظرونا واتفرجوا على المقلب عشان المقالب اللي بتيجي على التلفزيون. انا اتحدى رامز جلال واتحدى هاني رمزي عشان مقالب باي كلام وفيست كله. وبعدين انا حاسس من طريقه كلامك ان قناه ام بي سي تفسخ العقد مع رامز جلال وهيدوروا عليك عشان انت النجم الجديد، النجم المنتظر، علشان زي ما انت بتقول ان البرامج اللي بتيجي على التلفزيون اذا كان رامز جلال او هاني رمزي فيست كله عشان مقالب باي كلام وفيست كله. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي. احلى معانا، وانا اتحدى رامز جلال واتحدى اي حد في المقالب الجديده. انتظرونا وانا بتحدى اي حد في البرامج الجديده. اخيرا لقينا الناس بتعمل برامج جديده، اخيرا لقينا الناس بتطلع بره الصندوق وبتجيب افكار مش موجوده. بصوا يا جدعان، المقلب اللي جاي في صاحبنا يوسف مقلب جامد فشخ. اخر حاجه الراجل ده لما كل المصطلحات التعبيريه الخاصه بانك تجمل في حاجه، تفخم في حاجه، بيقول لك ايه، المقلب جامد فشخ. اخر حاجه الراجل ده لما كل الجمل اللي تخلي المقلب ده حاجه فخمه، يعني بس كده مقلب جامد فشخ. اخر حاجه بخاف والله احسن المقلب يتفشخ من ايديك كده وما نعرفش نلمه. اتفرجوا عليه، مقلب بجد فكرتي وفي تصوير النجم دولسيكا، ومقلب حقيقي مش مقلب اي كلام فيستك. انا بحذر كل الناس اللي بتقدم برامج مقالب على التلفزيونات، هاني رمزي، رامز جلال، الراجل ده يا جماعه بيقول عليكم انتوا فيستك، مقالبكم فيستك ومش حقيقيه يا جماعه. الراجل ده خلاص انا متهيألي دي نهايه برامج المقالب بتاعت هاني رمزي ورامز جلال. And his name is John C. خش ايه خش. اتفضل يا ابني حبيبي، يلا المقلب اهو، اتفضل يا تعال خش. لا واضح جدا يا جماعه ان البرنامج مش متفبرك خالص، وكل المشاهد اللي انتوا بتشوفوها ديت حقيقيه، والكاميرا طبعا مش ماشيه كده، الشخص ماشي في وشه، لا هو مش بيرجع لورا، لا الكلام ده غير حقيقي تماما. وهو ساعه ما بيقول له خش ده ما كانش قصده اللي هو يعني يخش على المقلب يعني وكده. المقلب ده الراجل ده يا جماعه عنده مصداقيه 100%، وبقلبه كلها ايه، حقيقيه بالجيم، مش حقيقيه ولا حقيقيه، لا مفيش الكلام ده. ركز في الكلمات. يما برافو على الخطة، برافو بجد، برافو على الخطة، برافو على النوم. يعني انت بجد شخص خرافي، مش كده يا جدع؟ النوم ده يا جدع ايوه كده، يعني بيقع بالراحة، ايوه بالراحة عشان ما تعورش. برافو عليك. يلا الواد صبع يا ابن الشم، الواد صبع يا ابن الشم، الواد صبع يا. انا عمري ما اتفرجت على برنامج مقالب وشفت المقدم بتاع البرنامج هو اللي بيشتم. انا طول عمري بعرف ان الضيوف هي اللي بتشتم علشان هو اللي تعمل فيهم مقلب، لا الراجل ده ورا طالع بيشتم، يقول يا ابن الشر، ويحط بقى مش عارف يحط كلمه تيت، فكان بيقول نص كلمه. يوسف يوسف الظاهر ان يوسف النومه عجبته على الارض ولقى الارض مرتاحه، فالتاني بيجي يقول يا يوسف اصحى يا يوسف، انا عملت فيك المقلب وانت مش واخد بالك يا يوسف، فبيتوفى في وشه علشان يصحى، مش راضي يصحى، يعمل ايه؟ يوسف وسيبكم من رامز جلال، رامز جلال بيضحك عليكم وهاني رمزي برضه بيضحك عليكم. فعلا ما حدش يسمع كلام هاني رمزي ولا رامز جلال، اسمعوا كلامه هو. لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري. وعندنا افكار احسن من كده وعندنا حاجات احسن من كده. لا
قلنا نسمع كلامك ماشي، بس افكار تاني بلاش. اهو من مكاني هذا بحذرك ان عملت افكار تاني فيديوهات زي ديت هقفل القناه على اليوتيوب واقعد خالص. بالله عليك ما عدت تعمل افكار تاني ولا قعدت تفكر خالص في المواضيع دي. بالله عليك ما عدت تعمل افكار تاني ولا قعدت تفكر خالص في المواضيع دي. 14 رمضان انتظرونا في الفيديو اللي هنعمله، مقلب جامد فشخ اخر حاجه، وعندنا افكار احسن من كده وعندنا حاجات احسن. 14 رمضان انتظرونا في الفيديو اللي هنعمله، فيديو النهارده جديد وفيديو جامد قوي. بس لو ركزتوا على هديه بتشوح كده، احنا ممكن نحطوه في موقف تاني بدل العك اللي هو عمله دي. ممكن نحطوه هو عامل زي بتوع الراب بتوع الاجانب. عارف الراب الاجانب بيفضلوا يشوحوا هاو هاو ناو ناو شاو كاو. لو حطينا له راب اغنيه اجنبيه كده على الفيديو اللي هو بيعمله، بتجري يبقى احسن من العك اللي هو عمله دي. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. كفايه بقى، قرفنا، زهقنا، طهقنا. بس كده يكون انتهى الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل اشتراك في القناه. مشتركين بقى خلاص، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم تنبيه بالفيديو الجاي. كان معاكم محمود السيد من قناه محمود حوده TV. سلام.